المنظر رهيب. بصوا الاحمر اللي تحت، بصوا 3 مع بعض جايين يجروا، ولا حتى البطاطس هتنفع معاهم يا جماعه. ازيكم يا اصدقائي، عاملين ايه؟ لسه مكملين مع بعض في لعبه الزومبي، واخيرا يا جماعه المستوى الخامس، وهنكسب ان شاء الله القرن الفلفل الحراق اللي بيشيل خط كامل معاه بانفجار رهيب يا جماعه. هنشوفه دلوقتي مع بعض. ما تنسوش الاشتراك واللايك للي بيشوفني اول مره. ودلوقتي دخلنا اللعبه يا جماعه، وجالنا بونص كالعاده هنبص عليه عشان ليا طار مع الفخاره زي ما انتم عارفين. لو كان لا مش الفخاره يا جماعه، بس انا بحب البونص ده جدا. جارنا يا جماعه وبيقول لنا طبعا ان احنا اللي هنبقى الزومبي، او بمعنى اصح احنا هنساعد الزومبي في الهجوم على المنزل في البونص ده. تمام، انا بحب البونص ده جدا عشان بيديني احساس جميل جدا ان انا اللي ببقى الزومبي. واول ما هنزل يا جماعه هنزل بالزومبي اللي هو ب 125. انا معايا 150 جنيه بس فلوس، وكده منور لي 2 زومبي بس. فانا طبعا اول ما هنزل على الشموس زي ما انتم شايفين عشان اكلها وتديني فلوس اكتر، واقدر انزل بزومبي اكتر يا جماعه. لان لو كنت نزلت في اي مكان تاني فيه سلاح، او مثلا النطاطه دي وموتت لي الزومبي اللي معايا، ما كانش هيبقى معايا اي فلوس تانيه عشان انزل بزومبي تاني يا جماعه. فلازم اول ما انزل على عباد الشمس اكله على طول. زي ما انتم عارفين هو الرزق والخير هو الفلوس يا جماعه، وهو اللي بيدينا فلوس كتيره نقدر نشتري بيها اسلحه، ونقدر نشتري بيها زومبي، نقدر نشتري بيها اي حاجه. وطبعا من ده بما انه بونص زومبي يا جماعه مش بونص اسلحه، فعباد الشمس هنا لما هاكله هيديني فلوس اشتري زومبي اكتر. تمام، انا دلوقتي معايا 425 يا جماعه، وهنزل تاني بزومبي من اللي لابس جردل الحديد عشان هو روحه اطول شويه. انا ليه ما نزلتش بالزومبي اللي هو ب50 جنيه؟ انتوا عارفين اللي هو ابو 50 جنيه روحه ضعيفه، مش لابس اي حاجه يا جماعه. والسلاح الازرق ده خبطتين بس كانوا هيخلصوا عليه، وكان بالنسبه لي هيبقى زي قلته. انا سايبه الزومبي ابو 50 يا جماعه على جنب لما اروح للبصوا المكشره دي. بصوا الرعب وبصوا البصه بتاعتها. انا مستنيه اخلي ابو 50 دوت ليها، عشان طبعا هي فاكره نفسها ايه، هتنط النطه هوب تقوم خلاص على ابو 50. مش فارق لي لانه مش غالي يا جماعه، انا هحط لها حاجه كده اي كلام. زي ما انتم شايفين خلاص هو خلص على السلاح دلوقتي، وداخل بياكل لي فيه الفلوس وبيديني خير ورزق كتير. يلا جمع هات كمان على قد ما تقدر. بقى معايا 700 جنيه واقدر انزل بعدد زومبي اكتر من كده بكتير يا جماعه. بصوا انا بلعب اللعبه دي بمزاج، وانا حاطه رجلي على رجلي مش قلقانه يا جماعه. معايا فلوس كتير ومعايا زومبي اقوياء، يعني ابو جرد الحديد والمقنع الاحمر كل دول اقوياء جدا. شفتوا انا نزلت ابو 50 ازاي نطت عليه؟ مش فارق لي 50 جنيه ضحيت بيها، وبعد كده اقدر انزل بابو جرد الحديد او المقنع الاحمر مش هيفرق لي. انا دلوقتي نزلت بالمقنع الاحمر افضل لي، لاني ما كنتش عايزه اغامر وانزل ابو جرد الحديد وعقبال ما ياكل عباد الشمس يكون الازرق خلص عليه، لانه بمسافه بعيده شويه. وفي الحاله دي هضطر انزل واحد تاني. احنا دلوقتي مدبرين يا جماعه بنحسبها رغم ان معايا فلوس كتير، بس برضو بحب احسبها واكسب باقل تكاليف. انا دلوقتي نزلت ابو 175 زي ما انتم شايفين، هو روحه طويله ولحد دلوقتي ما اتاثرش خالص بالسلاح الازرق، وكان لي كل الشموس بقت 1075 يا جماعه. ودلوقتي بياكل السلاح الازرق كمان هيخلص عليه يخش ياكل المخ. يعني كميه شراسه يا جماعه وشر رهيبه، واحساس فظيع ان احنا نحس ان احنا الزومبي، مش احنا اللي بندافع عن نفسنا، ولا احنا مثلا اللي محتاجين سلاح. دلوقتي انا نزلت ابو 50. هتقولوا لي ليه؟ شفتوا هوب نطه جميله نطت عليه خلصت يا جماعه، ولا يهمني. دلوقتي هنزل ابو جرد الحديد. هتقولي طب ما نزلتيش ليه ابو 50 كمان مره؟ هقول لكم ابو 50 لو نزل على ما هياكل الشمس ويقرب هيكون السلاح الاخضر خلص لي عليه ومش هيلحق يوصل للقرعايه. فهنزل ابو جرد الحديد، هضحي مش مشكله ابو 125 يا جماعه، عشان على ما يوصل للسلاح الاخضر هتيجي القرعايه تنط عليه. فبالتالي خلاص انا كده خسرت اقل الاضرار. يعني زي ما انتم شايفين بصوا اهي نطت عليه اهي، وبالتالي هقدر ان انا انزل بقى براحتي ابو 125 كمان او ابو 175 مش فارق لي. انا دلوقتي معايا 1100 وخلصت زي ما انتم شايفين، مش ناقص لي غير صف واحد بس يا جماعه. وابو جرد الحديد انا لما هنزله دلوقتي تاني هيعدي عادي بكل سهوله، هياكل السلاح لان بالنسبه له سلاح اخضر واحد ضعيف مش مشكله، هيخلص عليه وهياكله وهيخش ياكل المخ يا جماعه بكل شراسه وكل شر. وبص انا دلوقتي خلاص عشان مطمنه مش قلقانه، رحت منزله بقى الاحمر. نزل بقى هو يكمل دوره، هو اقوى واحد عندي، هو اللي هيقدر يستحمل ال3 اسلحه الخضر اللي ورا بعض دول. بقى معايا 1000 جنيه يا جماعه وكسبت خلاص مش محتاجه. يعني انا بحب البونص ده قوي 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 ان انا كسبته، وانا معايا برضو 1000 جنيه اقدر اشتري بيها اي زومبي تاني، فكسبته باقل التكلفه زي ما انتم شايفين. انا بعشق البونص ده، وكسبنا الفلوس يا جماعه وكسبنا البونص. انا بحبه جدا، معرفش انتوا كمان بتحبوه زيي ولا لا؟ اكتبوا لي في التعليقات. زي
ما اتفقت مع اصدقائي ان احنا هنلعب مستويين في الفيديو الواحد، اعتبرت البونص يعني كانه مستوى، ودلوقتي احنا داخلين على المستوى الخامس يا جماعه اللي هنكسب فيه قرن الفلفل اللي بيفجر خط كامل يا جماعه، معاه شرس بطريقه مش طبيعيه. زي ما انتم شايفين هنا الليفل مختلف تماما يا جماعه، مش هنختار اسلحه، ومن الواضح ان هو هنا ايوه السير يا جماعه هو اللي هيدينا الاسلحه على السير، بس من الواضح هنا هيجي لي عدد زومبي كبير قوي لانه مصغر لي المساحه زي ما انتم شايفين، وهيجوا كمان بشكل اسرع، بس احنا ولا بيهمنا زي ما انتم عارفين يا جماعه. وهو هنا السير بقى، تعالوا نشوف هو جايب لنا ايه. اول ما بدا كده بالتفاحه، ده كلام جميل وكلام عظيم ما اقدرش اقول انا حاجه عنه. هنا بقى احنا مش هنغني بقى طبعا، جايب لي بقى ورقه الشجر بتاعه الميه، طالما في ميه يا جماعه لازم يساعدني بورقه شجر، ما ينفعش كده. بصوا انا بدات استخدم التفاحه اهو، شايفين الزومبي لو خدتوا بالكم معايا جايين بشكل سريع يا جماعه وبكثافه عاليه، ولازم احتاج التفاحه، مش هعرف اركنها كتير لان انا لو سهيت بس ركزت مع الجزء اللي تحت وسيت عن اللي فوق هيسبقوا ويخشوا. زي ما انتم شايفين مفيش اي اسلحه من اي نوع، هو مش جايب لي لحد دلوقتي غير سلاح واحد اخضر بس حطيته من تحت، وطبعا لوحده ضعيف مش هيعمل اي حاجه، واللي فوق عمالين يسبقوا ويخشوا. شايفين بوم التفاحه يا جماعه سحريه انا بعشقها، بتتحط في النص كده بتاخد اكبر عدد ممكن، وزي ما قلت لكم قبل كده ما بتحفرش مكانها زي الفطر الاسود. شايفين فوق يا اصدقائي، شايفين الاحمر جاي يجري ازاي، شكله يفطس من الضحك. تعالى يا حبيبي اجري يا عسل وانت سكر كده، بصوا دمرته. هي واحده وخدت الكل معاها يا جماعه وخلصتنا. وشايفين الميه، بصوا بقى مش عايزين نسرح كده ونركز فوق وتحت وننسى الميه. كان في واحد كده عسل جايلي ودخل كان هياكل الورق مني، فلحقت نفسي بسلاح اخضر كده. وللاسف استير ده على قد ما هو جميل يا جماعه على قد ما هو صعب جدا في لعبته، في حاله لو هو اخر لي ان هو يجيب لي اسلحه. زي ما انتم شايفين مش جايب لي اسلحه خالص، وهو حاكمني او مقيدني بحاجات محدده بس. يعني هو دلوقتي مفيش غير تفاحه قدامي، فانا عايزه اسلحه. يعني انا لو هو مديني حتى على الاقل صف اسلحه اخضر او صفين امن نفسي بيهم، وبعدين يديني زياده بقى من التفاح والبطاطس، لكن لا، زي ما انتم شايفين كده هو بيديني بترتيب عشوائي، وانا بقى اتصرف بالطريقه اللي انا شايفاها. انا هنا بحاول امن نفسي في الميه بكل ورقه تجيني لازم بنزلها يا جماعه على قد ما اقدر، عشان زي ما انتم شايفين لما بيحصل هجوم كده في الميه، بصوا السرعه اللي جايين بيها، بصوا لا يعني اسرع من المستويات العاديه تماما، وجايب لي كميه زومبي كبيره جدا وجايين يجروا. بصوا الاحمر بيجري ازاي من تحت يا جماعه، بيجري يعني مش هزار. فانا لو ملحقتش نفسي وامنت نفسي باسلحه وبطاطس كتير وعندي كميه تفاح، انا بجد يا جماعه الليفل ده مش هعرف اكسبه. بس طبعا زي ما قلت لكم قبل كده انا لا اكره في اللعبه دي بعون الله. انا بحب امن نفسي، اسيب دايما عندي احتياطي تفاحه كده حمراء، انا حطيت له البطاطسايه زي ما انتم شايفين ياكل فيها لحد ما يجيلي تفاحه كده واعرف اظبط اموري. يعني على قد ما نقدر نحاول ما نخلص التفاح الاحمر كله يا اصدقائي، عشان لو اتزنقنا كده لاي ظروف نلاقي. بس انتوا شايفين هنا انا السر مش مساعدني، مش جايب لي اي حاجه، واضطريت استخدم كل التفاح الاحمر معايا. الليفل فوق يا جماعه بيكتمل خلاص، الشريط الاخضر قرب يكمل، وده معناه ان انا قربت على الفاينل. شايفين الهجوم الشرس، شايفين كميه الزومبي يا جماعه، شايفين السرعه، شايفين الكثافه، مفيش السير فاضي. بصوا معايا كده شايفين مفيش اي حاجه، واخيرا جات لي تفاحيه واحده بس. تفاحيه واحده يا جماعه هتعمل ايه؟ بجد المنظر رهيب. بصوا الاحمر اللي تحت، بصوا 3 مع بعض جايين يجروا، ولا حتى البطاطس هتنفع معاهم يا جماعه، هياكلوا ايه ده؟ هينسفوها اكل وهيخلصوها، هيخشوا كمان. لازم السير يساعدني شويه اكتر من كده، ما ينفعش يا جماعه مش جايب لي حاجه خالص. بصوا شايفين بيحاربني السير، بيحاربني واللعبه بتحاربني يا جماعه. السير فاضي زي ما انتم شايفين، وعندي كميه زومبي كبيره فوق ما انتم متخيلين. انا دلوقتي هحاول بالتفاحيه دي انقذ ما يمكن انقاذه، احاول ان انا يعني اخلص على اكبر عدد ممكن موجود عندي دلوقتي. انا دلوقتي خلاص مش قدامي غير اللي بياكلوا في البطاطسايه في الميه دول، عايزه اخلص منهم يا جماعه. اول ما بس هيخلصوا هنا وانا هحط لهم بقى في الميه تفاحيه كده واخلص منهم. زي ما انتم شايفين حطيت ورق عشان احط عليها تفاحيه كده. خلاص خلصوا يا جماعه وداخله على الفاينل بقى، ولازم هنا امن نفسي كويس قوي عشان الفاينل ما بيهزرش يا جماعه. لما هو عمل فيا كده في نص الليفل يا جماعه، امال في الفاينل هيعمل فيا ايه؟ يعني بس كويس اهو بدأ يجيب لي تفاح، خلى عنده شويه دم كده وخلى عنده لون من الاحمر زي لون التفاح الجميل ده.
والفاينل يا جماعه ما كانش خطير زي ما كنت متوقعه. احنا خلاص مأمنين نفسنا، عندي 3 تفاحات يا جماعه ومرشقاها بقى اسلحه خضراء وبطاطس زي ما انتم شايفين، وخلاص اقدر بالتفاحات دول اخلص على الشويه الموجودين في الميه، والشريط فوق اكتمل. وخلاص يا جماعه كسبنا قرن الفلفل اللي بيدمر خط كامل معاه ب 125 جنيه. بجد انا بحب قرن الفلفل ده، بجد جميل جدا. يعني لما بنحطه بياخد خط كامل معاه بالطول، هنشوفه مع بعض في الفيديوهات الجايه. انا مش عايزه احرق لكم هو بيشتغل ازاي. وخلاص يا جماعه دخلنا على المستوى السادس، ومش هحرق لكم بقى هنكسب فيه ايه او هيطلع لنا فيه ايه. هنشوف الكلام ده مع بعض في الفيديو الجاي. بس انتوا تابعوني، واللي بيشوفوني لاول مره ما تنسوش الاشتراك واللايك. ودلوقتي اقول لكم الفيديو بتاعنا خلاص خلص يا جماعه، استنوني فيديو تاني جديد بمستوى جديد. ودلوقتي اقول لكم يلا سلام، باي باي.